السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة سنة أولى إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض ريفيو هنشوف الكام يعني جزء أو الليسننج والريدنج اللي موجودين فيه، وبعد كده هنراجع مراجعة على كل يونت من الثلاث يونتات اللي احنا درسناهم، وكمان هنحل عليهم امتحان. ركز معايا بقى عشان الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا جدا جدا، عشان نكون كده قفلنا نص المنهج بإذن الله. يلا بينا نبدأ ونشوف أول جزء معانا، الجزء listening ما بين وومن وما بين شادي. لومان بتقول What time do you get up شادي؟ أنت بتصحى إمتى يا شادي؟ وده سؤال مهم نعرفه علشان لما نحب نسأل حد هو بيصحى إمتى هنستخدمه. I usually get up at quarter to seven. quarter to seven، قلنا to دي معناها إلا، يبقى وبنقرا الساعة إزاي؟ من اليمين للشمال، يبقى 7 إلا ربع. on a school day، بيصحى الساعة 7 إلا ربع كل يوم من أيام المدرسة. How do you travel to school؟ طب بتروح المدرسة ازاي؟ I always walk to school with my brother. We never go by car. احنا عمرنا ما بنروح بالعربية، انا واخويا دايما بنتمشى للمدرسة. خلي بالك برضو من حاجة تانية، زي ما انت شايف ظروف التكرار بتيجي دايما قبل الفعل. شايف اهو، هنا وهنا وكذلك هنا. امتى تيجي بعد الفعل؟ لو كان verb to be بس كده. فدي برضو ملحوظة مهمة. Do you like school؟ هل انت بتحب المدرسة؟ Yes I do. ايوه انا بحب المدرسة. اتفقنا لما بنسأل بأداة مساعدة زي do مثلا كده بنجاوب يا اما بيس يا اما بنو. My lessons are interesting. الدروس بتاعتي بتكون شيقة. And I see my friends. وكمان بشوف اصحابي. I always sit next to my best friend حسن in lessons. انا دايما بقعد جنب صديقي المفضل اللي هو حسن في الدروس. And what do you do after school؟ طب وبتعمل ايه بعد المدرسة؟ I sometimes play sport. ساعات بلعب رياضة. On Mondays، في أيام الاثنين. قلنا بقى لما نضيف حرف الاس كده لليوم يبقى دي كل أيام الاثنين. I play football. And on Wednesdays I go swimming. في أيام الاثنين بيلعب كورة، وفي أيام الأربع بيروح يمارس رياضة السباحة. Do you have any other hobbies؟ Do you play chess؟ هل عندك أي هوايات تانية؟ أو هل أنت بتلعب شطرنج؟ No, I never play chess. أنا عمري ما لعبت شطرنج. I don't like it. أنا ما بحبهاش كمان. But I often listen to music or watch TV. لكن الحاجات التانية اللي أنا ممكن أعملها إن أنا أسمع موسيقى أو إن أنا أتفرج على التلفزيون. تمام؟ نركز بقى على الحاجات اللي إحنا قلناها كده في المحادثة دي. بعد كده عندنا listening تاني. آية هنا بتقول Hi, my name is آية. أهلا بيكم، أنا اسمي آية. My friends have got long straight hair. فاكرين درسنا قاعدة have got يعني لديه. تمام. long straight hair but I have got short curly hair. صحابي عندهم شعر ناعم كده وطويل، أما أنا عندي شعر قصير ومموج. We go to a girls school in Cairo. وعرفنا بقى يا ترى دي مدرسة البنت ولا مدرسة بنات؟ طبعا دي مدرسة بنات لأن الاس جاي قبل الأبوستروفي. My favorite school subject is art. مادتي المفضلة بتكون الرسم. I love drawing. أنا بحب طبعا بحب الرسم. I am not very good at it. لكن أنا مش كويسة أوي فيه. But I want to be. هي مش أحسن حاجة في الرسم، لكن هي بتحبه ونفسها إن هي تكون أفضل حاجة. We have art at quarter to 11. 11 إلا ربع. After math and before English. عندهم الرسم بعد الرياضة وقبل قبل الإنجليزي. I have got one brother and one sister. دي طريقة برضو بنستخدمها عشان نعبر إحنا عندنا إخوات قد إيه. I have got وبعد كده بقول بقى عدد إخواتي أو أخواتي. My brother is very friendly and my sister is very clever. أخويا ودود جدا وأختي بتكون شاطرة جدا. تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء reading. عندنا هنا teacher بيقول okay children. تمام يا أولاد. It's time to go home. ده وقت وقت خلاص المروح. I have got 4 school bags here. أنا عندي هنا 4 شنط. فماجدة بتقول Huda's bag has got flowers on it. That's her bag there. شنطة هدى هي اللي فيها زهور عليها. دي شنطة مين؟ دي بتكون الشنطة بتاعتها اللي هي طبعا اللي عليها زهور اللي هي الشنطة دي. فماي قالت that's أمال's bag. It has got birds on it. يبقى شنطة أمال اللي عليها عليها عصافير أو طيور. فنيفين قالت لينا's bag is red. الشنطة بتاعت لينا بتكون حمراء. It hasn't got any pictures on it. ما عليهاش أي رسومات. فالمدرس قال لهم
good. But I have now got one bag with tennis balls on it. عندي دلوقتي شنطة عليها كرات تنس زي ما انتم شايفين كده. Is it your bag ماجدة؟ هل دي بتاعتك يا ماجدة؟ فماجدة قالت no, it isn't my bag. دي مش الشنطة بتاعتي. I think it's one of the twins' bags. دي واحدة من ايه؟ واحدة من شنط التوأم. Yes, but which twin? عزة or داليا؟ تمام، بس يا ترى انهي واحد من التوأم؟ يا ترى عزة ولا داليا؟ تعالوا ما نشوف بعد كده الليسننج. هنا بيقول narrator 1 بيقول boy 1 I often go to the cinema with my uncle. انا دايما او انا متعود يعني او ساعات بروح السينما مع مين؟ مع عمي. Do you like playing chess؟ هل انت بتحب لعب الشطرنج؟ شايفين طريقة السؤال، وخدنا like وبريفير وبعض الافعال اللي بيجي وراها verb ing. I have got a long white coat. I have got وبعد كده بقول الحاجة اللي لدي، سواء بقى أنا شعري كذا، سواء أنا لابس كذا مثلا زي المثال بتاعنا ده. After break we go to the hall. بعد الفسحة طبعا بنروح مثلا للصالة الرئيسية مثلا بتاعة المدرسة. My uncle has got glasses and a beard. عمي بيكون بيلبس نظارة وكمان عنده إيه؟ عنده لحية. تعالوا دلوقتي كده احنا شفنا الليسننج والريدنج اللي موجودين على الريفيو، وشفنا برضو بعض الملاحظات اللي عليهم عشان ما نكونش بنسيب اي حاجة من الكتاب وتكون كأنك بتاخد درس خصوصي بالظبط. بس اللي محتاجه منك ان انت برضو تكون بتسمع كلامي بقى وبتنفذه زي ما تكون بتاخد درس بالظبط، وان انت بعد ما نخلص الشرح ده لو قايل لك مثلا في تدريبات معينة هتحلها لازم تحلها، لو في مراجعة على حاجة معينة لازم تعملها برضو. دلوقتي هنشوف مراجعة على يونت 1 من ورقة واحدة. فعندنا هنا بعض الفوكاب واللانجوج والسبيكنج. فهنا الفوكاب بيقول great grandfather، يعني ايه؟ الجد الأكبر، اللي هو مين؟ اللي هو أبو الجد. أبو الجد. children's hospital، مستشفى أطفال. children hospital، مستشفى أطفال. زي ما انتم شايفين كده هنا علشان children جمع شاذ، والجمع الشاذ لما بنيجي نجيب ملكية، واحنا هنشوف برضو الملكية كمان شوية، لما نيجي نجيب ملكية ليه بنحط apostrophe s زيه زي المفرد بالظبط. orphan يتيم، اللي هو ايه؟ ملوش ولا اب ولا ام. voluntary work، عمل تطوعي. balance يوازن ما بين مثلا الشغل والعيلة. band فرقة موسيقية. twin طبعا توأم. attic غرفة على سطح المنزل او في سطح المنزل، اعلى غرفة في المنزل. جيمناست لاعب جمباز. جيمناستكس رياضة الجمباز. ادفنجر مغامرة. اثليت معناها لاعب رياضي. اثليتكس معناها العاب رياضية. انترفيو مقابلة شخصية. ميل عكسها فيميل، ميل ذكر، فيميل انثى. سيتيز طبعا جمع سيتي اللي هي مدن. كويز طبعا امتحان قصير او ايه او موجز. بعد كده خدنا الجرامر اللي موجود في اليونت دي، خدنا صفات وضمائر الملكية. زي ما انتم شايفين دلوقتي عندنا الضمائر اهي، ضمائر الفعل اللي هي I he she it they we you، وجايب لنا بعد كده البوزيسيف adjectives والبوزيسيف pronouns. تمام، سواء صفات الملكية او ضمائر الملكية. صفات الملكية زي ايه؟ زي my his her its their our your. اما بعد كده الضمائر الملكية mine his hers، بالنسبة لإت مفيش، بالنسبة لزي theirs، وبعد كده ours و yours. يعني آخر ثلاثة دول بنزود حرف الاس على إيه؟ بنزود حرف الاس على الجزء اللي كان فيه البوزيسيف adjectives في صفات الملكية. تستخدم ضمائر وصفات الملكية للإشارة إن الشيء ده بيخص شخص ما، بتاعت فلان. تأتي صفات الملكية، الحتة اللي تهمنا بقى، تأتي صفات الملكية اللي هي إيه؟ اللي هم دول قبل اسم الشيء المملوك. قبل اسم الشيء المملوك، يعني my book his book her book وهكذا. لا يأتي بعد ضمائر الملكية اللي هم دول، لا يأتي بعدها اسم. يعني هي إيه؟ نهاية الجملة مثلا أو نهاية الكلمة، زي مثلا this is my bag. this is my bag، أنا عايز أقول إن الشنطة دي بتاعتي. أدي هنا my، وأدي هنا النون اللي وراها اللي هي الشنطة. في طريقة تانية ان انا اقول كده، ان انا اشاور على الشنطة واقول ايه؟ it's mine. it's mine يعني ايه؟ دي بتاعتي، دي بتاعتي. زي ما انتم شايفين ما جاش هنا وراها اي نون. يبقى الحاجة اللي ما بيجيش وراها نون هي البروناونز، اما اللي بيجي وراها نون هي ايه؟ الادجكتيفز. هنا الصفات الملكية وهنا ضمائر الملكية. بعد كده درسنا زمن المضارع البسيط واللي هو من الازمنة السهلة جدا. كل اللي انت محتاج تعرفه ان انت في المفرد
he she it واي فاعل مفرد الفعل بنضيف ليه s e s i e s. تمام. اما بالنسبه للفعل الجمع ويو وي زي اي كل الحاجات دي بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها الفعل في المفرد، في الفعل في المصدر بدون اي اضافات. كذلك الحاجه المهمه برضو في does بيجي وراها سواء في السؤال او في النفي. مثلا لو قلنا does بيجي وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات. قلنا does بتاكل الاضافه، does بتاكل الاضافه. كذلك do، بس كده كده do بتيجي مع الجمع، وكده كده احنا عارفين ان الجمع اصلا ما بيجيش ايه، ما بيجيش فيه اضافات. انما does بتيجي مع المفرد والمفرد بيكون فيه اضافات، فلو لقينا does هنشيل ايه؟ هنشيل الاضافات. ماشي كده. بعد كده اخر حاجه معانا شفنا بقى توجيه الاسئله، زي مثلا what is، سواء his name اسمه ايه او her name اسمها ايه. تمام. بقول ايه؟ يا اما he is فلان، he is احمد مثلا، او she is ايه؟ منى. how old is he، طب هو عنده كام سنه؟ بقول he is وبعد كده السن بتاعه years old. where does، سواء he live او she live، هم عايشين فين، in او at والمكان. تمام. لو طبعا هنقول مدينه خلينا نقول ايه؟ in احسن. what are his favorite hobbies، ايه هي هواياته المفضله، او subjects ايه هي المواد المفضله، المواد الدراسيه المفضله، مثلا painting and playing video games، او مثلا ايه math and science بالنسبه للمواد. تعالوا اما نشوف الامتحان اللي معانا ده على يونت 1. طبعا احنا كنا نزلنا اليونت في 7 فيديوهات على القناه، ودايما هتلاقوا في الوصف بتاع الفيديو لينك للقائمه اللي فيها كل الدروس بالترتيب. هنا بيقول لنا ايه؟ نقط is your grandfather's father، ابو جدك. ابو جدك ده بيكون مين؟ اول كلمه كانت معانا في المراجعه great grandfather. she eats نقط food so that she can stay strong، لما الواحد هيفضل قوي ده معناه ان هو بياكل اكل ايه؟ اكل صحي، healthy food. he plays basketball نقط Fridays قلنا بيجي قبلها on. I نقط in أسوان with my family. I وده زمن المضارع البسيط، I we you they وأي فعل جمع بيجي وراه الفعل في المصدر بدون أي إضافات. he نقط like walking to school. he prefers to go by bus. طبعا واضح ان ده زمن المضارع البسيط، برافو عليكم. طب عرفنا منين؟ عندنا هنا فعل جاي في المصدر يا مستر، وعندنا هنا هي، يبقى هناخد ايه؟ يبقى هناخد doesn't. تمام. شايفين هنا like ما جاش فيها اي اضافات عشان doesn't بتاكل الاضافه. teachers should نقط between their work and at school and their lives at home. زي ما قلنا الكلمه اللي ايه؟ الموازنه ما بين الشغل وما بين المنزل، يبقى balance. نقط is an interesting sport، ايه الحاجه في دول الرياضه؟ طبعا gymnastics، الجمباز. نقط is a room at the top of a house، طبعا ده تعريف كلمه attic اللي هي الصندره. the opposite of female عكسها ايه؟ male، ذكر وانثى. the girl is not نقط she has a father and a mother، لو حد عنده والد وعنده والدة طبعا ده بيكون ايه؟ بيكون مش يتيم، يبقى not orphan. they are twins them mother is a doctor. طبعا هنا عندنا noun وعايزين هنا حاجة بقى للملكية، فهنا هنجيب صفة ملكية اللي هي ايه؟ اللي هي their. لميا often listening to her best friend. طبعا لميا دي مفرد، وطبعا الجملة دي في زمن المضارع البسيط، عندنا often اهي وما عندناش اي حاجة بتدل على الماضي، يبقى الفعل ده هنضيف ليه النهايات سواء s e s i e s، وده من الافعال اللي بنضيف ليها s بس. what's he name؟ لا طبعا احنا قلنا ايه؟ يا اما his يا اما her. طبعا عندنا هنا ولد يبقى what's ايه؟ his name. he is calling عمر، لا he is ايه؟ he is called عمر. عايز اقول فلان يدعى كذا يبقى he is called كذا، he is called عمر. اخر حاجه عندنا باراجراف على my family، وطبعا الباراجراف ده موجود عندكم في نهايه الكتاب. تعالوا برضو ما نبص عليه على الملاحظات المهمه اللي فيه. اول حاجه طبعا بتكتب العنوان بتاعك هنا كده في النص. بعد كده ايه؟ بعد كده بسيب مسافه حوالي 3 حروف في البدايه هنا كده، وابدا بحرف كابيتال. بعد كده ببدا اكتب الجمل بتاعتي حسب سياق العنوان طبعا اللي هو مديهولي، وفي نهايه كل جمله لازم اكتب نقطه. طبعا عندنا الاسماء لازم يكون اول حرف فيها كابيتال.
بداية كل جملة بعد النقطة لازم يكون كابيتال زي ما انتم شايفين كده، اي وهنا ماي وهكذا. أميرة مثلا هنا الاي عشان ده اسم فكابيتال. فدي بعض الملاحظات اللي لازم تاخدوا بالكم منها في الكتابة. تمام. طبعا في فيديو موجود على القناة زي ما انتم عارفين، وقلت لكم كده اكتر من مرة على موضوع الباراجراف، وازاي ان انت تكتب باراجراف شكله كويس، وازاي تجيب الموضوعات اصلا والكتابة والجمل وهكذا. تعالوا دلوقتي نشوف الجزء اللي بعد كده الخاص بيونت 2. هنا بيقول لنا كلمات هوم ايكونومكس معناها مادة الاقتصاد المنزلي، سوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعية، دراما مادة الفن المسرحي، تيبيكال نموذجي أو نمطي، بلاي جراوند يعني ملعب، لايبراري مكتبة، بيل جرس، هال صالة أو قاعة، سايكل يركب دراجة، كانو يعني قارب صغير أو يجدف، سنو موبل معناها دراجة جليدية بتمشي على الجليد، كمبيوتر ستاديز مادة الحاسب الآلي، اليونت دي كان فيها المواد الدراسية وتعريفاتها وده مهم جدا، كلاس روم حجرة دراسة الفصل يعني، يونيفورم زي موحد، بنسل كيس مقلمة، تايم تيبل جدول الحصص، غردقة طبعا، بريك معناها استراحة أو فسحة. بعد كده خدنا ظروف التكرار، وقلت لكم أهم حاجة تهمني في ظروف التكرار تعرف هي مكانها فين في الجملة. قلنا بتيجي، لو قلنا مثلا ده ظرف التكرار اهو، بيجي قبل كل الافعال، قبل كل الفيربات اللي عندنا، ما عدا ايه؟ ما عدا فيرب تو بي. فيرب تو بي اللي هو ام واز وار بيجي ايه؟ بيجي بعده. يبقى دايما الادفيربس اوف frequency always sometimes often never usually وهكذا بتيجي قبل الفعل، ما عدا فيرب تو بي بتيجي ايه؟ بعده. بعد كده خدنا الملكية، وزي ما قلت لكم عندنا 3 حالات للملكية. اول حاله او اول حالتين مع بعض جزء، والحاله الثالثه جزء لوحدها. اول حالتين اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن المفرد والجمع الشاذ. المفرد والجمع الشاذ دول لما باجي احطهم في الملكيه بحط بعدهم apostrophe s. اما الجمع العادي اللي هو اصلا بينتهي باس، الجمع اللي بينتهي باس بحط بعد الاس دي ايه؟ apostrophe بس. تمام. فبيكون نهايته يعني اس ابوستروفي. اتفقنا. حاجة تانية برضو ملحوظة مهمة، ان الجماد لا يمتلك. واللي ناسي اي حاجة من دول يقدر يرجع بقى ايه؟ يرجع للشرح بتاعه. بعد كده شفنا بقى في اليونت دي طبعا قلت لكم عندنا الحصص وعندنا الكلام عن المدرسة بشكل عام. What subjects have we got today؟ المواد اللي عندنا النهاردة. We have computer studies and science. We have وبعد كده المواد اللي عندنا. What is your favorite subject؟ ده من الأسئلة المهمة. بقول I like مثلا أي مادة بقى. Are you good at وبعد كده أي حاجة سواء مادة أو مثلا لغات أو أي حاجة. I am quite good يعني أنا جيد إلى حد ما. I am not bad يعني أنا مش وحش. وقبل اللغات زي ما انتم شايفين بنحط at English at French. Who is our English teacher this year؟ دي طبعا طريقة بسأل بيها عن مدرس المادة. طبعا ممكن نغير English دي نحط أي مادة. It's Mr. أو Mrs. Mr. أو Miss أمال أو أحمد أو أي حاجة. When have we got English؟ احنا عندنا مادة الإنجليزي إمتى؟ It's after break أو بالطريقة بقى اللي احنا اتعلمناها عشان نقول الساعة اللي هي جاية لنا ورا اهي. What time is the break؟ الوقت بتاع الفسحة. It's from 10:15 to 10:30. قلنا بنقرا الساعة ازاي؟ من 10:15 إلى 10:30. تمام؟ تعالوا ما نشوف الامتحان اللي عندنا. هاي يا علي، هاي أحمد. What's your favorite نقط of the week؟ It نقط Monday. طبعا بيقول له يوم الاثنين، يبقى هو بيسأله ايه عن الأسبوع؟ ايه هو يومك المفضل في الأسبوع؟ What's your favorite day؟ يبقى it is Monday. ده بيكون يوم ايه؟ يوم الاثنين. طبعا هنا محتاجين verb to be اللي هو بيتصرف مع it بيكون is. هو ليه طيب؟ قال له because I have art and PE. أنا عشان عندي إيه؟ عندي رسم وعندي ألعاب. What's your favorite نقط؟ قال له science. طالما مادة يبقى إيه؟ subject. نقط do you have it؟ I have science Tuesday. واضح إن هو قال يوم، يبقى هو كان بيسأله على إيه؟ إمتى؟ إمتى دي بنسأل عليها بإيه؟ when. When do you have it؟ طبعا قبل الأيام بنحط إيه؟ بنحط on.
My favorite subject is نقط I love acting. الacting ده موجود في دراما، مادة الفن المسرحي. أمير نقط باسكتبول after school. اتفقنا قلنا فاكرين الإكس والفي البي والإكس. هل هنا عندنا verb to be؟ لا، عندنا هنا فعل عادي، يبقى الادفيرب اوف frequency هيجي قبله، يبقى يا اما دي يا اما دي يا اما دي كده مش معانا طبعا. هو طبعا حسب الزمن، واضح ان احنا هنا في زمن زمن المضارع البسيط، وامير ده من الحاجات او المفرد من الحاجات اللي بيتضاف وراها اس اي اس اي اي اس، وبلاي طبعا بيتضاف فيها اس بس. I not breakfast at 7 o'clock every morning. يبقى دي حدث متكرر، يبقى برضو هنا زمن المضارع البسيط، و I بيجي وراها I بيجي وراها have. تمام. طبعا verb to have بيتصرف يا اما has مع المفرد يا اما have مع الجمع، و I هنا طبعا مع المضارع البسيط بتتعامل كأنها جمع بالظبط، مع I we use يعني. بعد كده do you want to join the نقط this week. قلنا الجماد لا يمتلك، يبقى book club. on a نقط holiday I always go to the beach. في الأجازة أنا دايما بروح الشط on a typical holiday. طب ليه مش ideal holiday؟ لأن هنا مش an، برضو دي حاجة. It's healthy and cheap to نقط to school. طبعا cycle to school يعني من المفيد ومن الصحي يعني الرخيص أو التوفير إن أنت تروح المدرسة بالعجلة. A canoe is a long narrow. طبعا boat قلنا إن هو قارب كده صغير. نقط is time to rest. طبعا دي break الفسحة. Snowmobile can travel on on snow على الجليد. I can put my school tools in a pencil case في المقلمة. علي usually arrives in school. لا at school. قلنا arrive in مع المدن والدول الحاجات الكبيرة، أما arrive at مع الأماكن الصغيرة زي المدرسة والسينما والمكتب وهكذا. What is good at football؟ باهر. طالما السؤال كانت الإجابة بتاعته بشخص، يبقى في الغالب بسأل بإيه؟ بسأل به. مين الشخص ده؟ مين اللي كويس في الكورة؟ We always go to the beach in winter. هل احنا دايما بنروح الشط في الشتاء؟ لا طبعا we never. احنا ما بنروحش أبدا. It's Judy's pen. هل لما بيكون جودي دي مفرد ولا جمع؟ طبعا مفرد، فالمفرد بنحط اس apostrophe ولا apostrophe اس؟ طبعا بنحط apostrophe اس. تعالوا ما نشوف يونت 3. عندنا أول كلمة beard يعني لحية الدقن، مستعش شارب الشنب، curly hair شعر مش المجعد أو مثلا المموج، dark غامق اللون، glasses نظارة، friendly ودود، weak ضعيف، dangerous خطير، famous شهير أو مشهور، blonde hair شعر أشقر الشعر الأصفر أو البني الفاتح، wheelchair كرسي متحرك، fans مشجعين، twice مرتين، boring ممل، brave شجاع، sensible عاقل أو حكيم، scary مخيف، أما clever معناها ماهر. بعد كده خدنا في الجرامر خدنا have أو has got. have أو has got. خدنا إن have got بتيجي مع I we you they واسم الجمع، زيها زي كده لو فاكرين في المضارع البسيط زيها زي do. طب أما has got بتيجي he she it واسم مفرد، زيها زي مين؟ برافو عليكم، زيها زي زي does. وفي الحالتين اللي بيجي وراهم بيجي ورا دي noun وبيجي ورا دي noun. في النيجاتيف بتبقى have not ودي بتبقى has not. تمام. في السؤال بدل ما كنت ببدأ الجملة بالفعل ببدأ الجملة بهاف أو has زي ما انتم شايفين كده have وبعد كده الفعل وبعد كده got وبعد كده النون. كذلك في has الفاعل got النون. هنا بيقول لنا describing people ازاي ان انت تصف الشخص، فبقول مثلا has your friend got؟ هل صديقك عنده؟ واقول الحاجة اللي عنده بقى اي حاجة، مثلا dark hair شعره غامق، يا اما yes he is يا اما no he isn't، او طبعا she حسب بقى الضمير بتاعنا. has your friend got curly hair؟ زي ما انتم شايفين اهو مثال، بس بدل ما قلنا dark هو قال curly. is it فلان؟ is it احمد مثلا؟ هل ده احمد؟ فبقول yes it is او no it isn't. بعد كده عندنا في وصف مثلا نجمك الرياضي my favorite sports star. اهم حاجه تعرف ان هي sports مش مفرد جمع. sports star نجم الرياضي المفضل بيكون فلان. he plays مثلا كذا الرياضه اللي هو بيلعبها. بعد كده he is got quite او very. quite لو حاجه بسيطه عنده، او very لو حاجه كبيره عنده. طبعا هنا بيقول لنا وصفه البدني. بعد كده he can
أو she can الحاجة اللي هو بيقدر يعملها. الحديث عن الشيء المحبب والغير محبب، بقول مثلا I like apples a lot. I don't like eating chicken. زي ما انتم شايفين like بيجي وراه verb ing، love بيجي وراه verb ing. تعالوا ما نكمل ونشوف الامتحان اللي معانا. She is not to stay at home in the time of danger. لما يعني الشخص يكون ماله او يكون ايه الصفة بتاعته لما يقعد في البيت في وقت الخطر، طبعا ده شخص حكيم يبقى sensible. محمد صلاح has a lot of ايه a lot of fans، عنده مشجعين كتير. رمضان صبحي كان not a lot of goals because he can run fast، يبقى كان ايه كان سكور، يقدر يسجل اهداف كتير. Most people coming from Denmark and Sweden have not hair، طبعا blonde hair شعر ايه شعر اللي هو الاشقر الاصفر ده. The hair that grows above a man's top lip is طبعا ايه mustache اللي هو الشنب. A big knot on your face can make people happy. ايه الحاجة اللي ممكن تخلي الناس سعيدة؟ طبعا a big smile ابتسامة كبيرة. A knot is a chair with wheels for people who can't walk، طبعا a wheelchair كرسي متحرك. He is famous so he not have a normal life. He can't have a normal life. شخص مشهور فهو مش قادر ان هو يكون ايه عنده حياة طبيعية زي بقية الناس، عشان طبعا كل ما يخرج الناس تبقى عايزة تتصور معاه. The woman has not long hair. The woman طبعا قلنا ايه has got. دي من الطرق برضو اللي ايه بيسألنا فيها ان هو يجيب لك has او have ويسألك في got، او مثلا يسألك في has او have، فبتعرف has او have منين؟ من الفاعل، لو الفاعل مفرد يبقى has، لو جمع يبقى have، وهكذا. كنا برضو شرحنا كل ده يعني بالتفصيل في الفيديوهات الخاصة بيونت 3. She is very busy. She not take any holidays. يبقى she ايه she can't take any holidays لأنها مشغولة جدا فهي مش تقدر إن هي تاخد أي أجازات. He is not clever. هو مش شاطر. He can solve the problem. هل لو واحد مش شاطر يقدر يحل المسائل أو المشكلة؟ لا طبعا يبقى he can't. Has you got dark hair؟ يا ترى you بيجي معاها has؟ لا طبعا you بتيجي معاها ايه have. She loves play، قلنا love و like و prefer من الحاجات اللي بيجي وراها verb ing، ما عدا لو قبلها ايه would like مثلا، لا يبقى to والمصدر would like to والمصدر. What food does you like؟ هي you بيجي معاها does؟ لا you بيجي معاها do، يبقى what food do you like. آخر حاجة an exciting story you read، قصة مثيرة أنت قريتها. خدنا قصص كتير في يونت 3، خدنا مثلا Anne of Green Gables، خدنا Alice Adventure، خدنا قصص كتير جدا في الريدنج والليسننج اللي كانوا عندنا، فاعرفوا برضو واحدة منهم علشان انتم تكتبوهم. ونفس الفكرة برضو ان انت بتسيب جزء في الأول تكتب حرف كابيتال، تكتب النقطة بتاعتك في نهاية الجملة، بعد كده تبدأ الجملة الجديدة بحرف كابيتال، مش بتبدأ من أول السطر، بتكمل عادي السطر بتاعك لكن بتبدأ بحرف كابيتال وهكذا. تعرف الحاجات دي منين؟ برضو من النصوص اللي كانت عندك في الريدنج والليسننج. واللي برضو عنده أي مشكلة في الجزء الخاص بالبروجراف أو الإيميل يقول لي طيب في التعليقات، وأنا هجيب له لينك الفيديو الخاص بيهم وإن شاء الله هيساعده جدا. بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، ومعاه خلصنا المراجعة بتاعتنا على نص المنهج. أتمنى إن أنتم دلوقتي تعملوا إيه؟ كل واحد كده يعيد بسرعة على الثلاث يونتات دول، بحيث ان انت قبل ما تدخل في يونت 4 تكون متأكد ان انت مقفل الثلاث يونتات دول بصورة نهائية، وتكون مقفلهم بصورة كويسة. برضه هتعرف ده ازاي وانت بتحل معايا دلوقتي في الامتحانات اللي على الثلاث يونتات. لو لقيت نفسك في يونت ما كنتش عارف تجاوب معايا، يبقى اليونت دي محتاجة ان انت ترجع لها وتبص فيها برضه تاني. والحاجة اللي عندك مشكلة فيها تقدر تشغل الفيديو من الاول وتشوف الشرح. طبعا ده غير الدرس الخصوصي ان انت ايه خلاص الموضوع بينتهي في ساعتها، لا انت ممكن تراجع وتعيد براحتك. المهم ان انت تكون مقفل الثلاث يونتات قبل ما تبدأ اليونت الجديدة بإذن الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع بداية بقى يونت 4، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.